يلا بينا مع بعض نبتدي أول فيديو لتجهيزات المدارس. فيديوهات اقتصادية. هاتي الطاسة بتاعتك، حطيها على نار هادية ونزلي عليها كوبايتين من السمسم الأبيض، نزلي عليهم كوباية من الفول السوداني، وابتدي قلبيهم وهم على نار هادية لحد ما يسخنوا كويس. مش عايزينهم ياخدوا لون ولا حاجة. بعد كده هاتي الخلاط بتاعك، هتنزلي عليه كوباية من الزيت وتبتدي تنزلي عليه السمسم والسوداني بالتدريج. ما تنزليش الكمية كلها مرة واحدة علشان ما يبقاش التقيل على الخلاط بتاعك. واحنا مشغلين الخلاط هنبتدي ننزل كده معلقة معلقة بالسمسم والسوداني على الكمية بتاعتنا في نفس الخلاط لحد ما نخلص الكمية كلها. والخلاط بتاعنا شغال، هنحط كوباية من الدقيق في نفس الطاسة على نار هادية ونقلبها حوالي 3-4 دقايق كده. انا الخلاط بتاعي شغال وبسخن الدقيق بتاعي لحد ما ياخد كده، هيتنقل من اللون الابيض هيغمق شوية، يعني يغمق سنة بسيطة. ونبتدي بقى معلقة معلقة ننزل برضو على الخلاط. انا حطيت السوداني والسمسم الاول علشان يطحنوا كويس ويدوبوا معانا كويس قوي. طبعا الدقيق ما بياخدش وقت، مجرد ما هينزل عليهم هيتلف لفة كده على طول. شوفوا بقى الكمية بتاعتنا هتطلع لنا 2 كيلو من الطحينة الخام الممتازة اللي طعمها جميل جدا وجودة عالية وهتعجبكم قوي. شوفوا لونها ابيض وجميل ازاي، انا كنت بس الخيال كان مضلل عليها وهي بتتصمت. هنبتدي بقى نعمل الحلاوة بتاعتنا. هتاخدي كوباية من اللبن البودر، عليها كوباية من السكر المطحون، ويكون مطحون كويس قوي علشان وانت بتاكلي الحلاوه ما تبقاش بتقرش معاكي. لو هتطحني في البيت اطحنيه كويس قوي. نزلي عليهم كوبايه الا ربع من الطحينه اللي احنا لسه عاملينها. وخلي بالك المقادير بتاعتك كلها تعايريها بنفس المج او بنفس الكوبايه اللي انت بتشتغلي بيها، يعني نفس الكوبايه الطحينه، السكر، اللبن. وابتدي اعجنيهم بايدك كده كويس. لما تلاقيهم اتلموا كده معاكي تعرفي ان القوام بتاعك ممتاز. هاتي بقى علبة وكيس بلاستيك افرديه فيها وابتدي نزلي الحلاوة بتاعتك. عايزة تخليها بيضة سادة هتعمليها، عايزة تنزلي عليها نص معلقة من الكاكاو الخام وتبتدي تقلبيها تاني وتبقى حلاوة بالشوكولاتة زي ما انت عاوزة. المهم ان هي تديكي كمية حلوة جدا وموفرة. عملنا فيديوهين في فيديو واحد، الاتنين مرتبطين ببعض. يبقى انت عملتي الطحينة الخام الجودة العالية في البيت، عملتي منها الحلاوة، يبقى وفرت معاكي جدا. لو حسبتي كيلو الحلاوة اللي طلع معانا تمنه كام، و2 كيلو الطحينة تمنهم كام، والخامات اللي انت هتستخدميها دي تمنها كام، هتعرفي جدا ان ده فيديو التوفير وفيديو مدارس وحاجة جميلة جدا. واستنونا فيديوهات تانية كتير لتجهيزات المدارس وكلها حاجات موفرة جايه لكم بفيديو صاروخ صاروخ. استنوه المرة الجاية هيعجبكم جدا وهخليه لكم مفاجأة، هيحل مشاكل كتير جدا للأمهات في البيوت. واستنوا الحلقة الجاية وشوفوا الفيديو ده هيعجبكم قوي. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير. هتحطي علبة الحلاوة بتاعتك 2-3 في التلاجة عشان تتماسك وتبرد. طبعا الطحينة بتبقى سخنة من الخلاط والدقيق والسمسم والحاجات اللي احنا سخناها، فهنحط الحلاوة في التلاجة تسقع شوية عشان تاخد القوام الجميل. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. واستنوا الفيديو اللي جاي صاروخ جدا هيعجبكم جدا. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس وبمناسبة المولد النبوي الشريف. وعندك شوية حلاوة، حتة حلاوة ممتازة وحبة طحينة في منتهى الجمال. عايزين دعوة حلوة منكم في الكومنتات عشان نقدر نكمل. شايفة الحلاوة عاملة ازاي في منتهى الجمال. ما تشيليش هم المدارس، ما تشيلوش هم السندوتشات، وان شاء الله كل حاجة هتتدبر. ومع السلامة.